استغاثة من أبو جابر، فبيقول لي بعد إذنك أنا بستغيث للمسؤول وعندي مشكلة كبيرة جدا، ولقيت الراجل قاعد بنفس الشكل اللي حضراتكم معاه كده. هروح نتكلم معاه نشوف إيه الموضوع بالظبط. السلام عليكم أبو جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اقعد حضرتك، اقعد. أنت بتقول لي أنا بستغيث بالمسؤول، إيه الموضوع؟ مسؤولين. إيه الموضوع؟ إيه اللي حصل؟ ببص لقيت رئيس المدينة جايب لي لودر وشيل يا يفرم لك الحاجة. فاضطريت ان انا لقيت ناس عساكر الدنيا انا قلت انا جايز عملت حاجة. وانا ما عملتش حاجة، وقدام مستشفى السلسليان بقالي 24 سنة قاعد مسكين في الكشك دوت بقالي 24 سنة. في يوم وليلة انشال ازاي؟ فانا عاوز المسؤولين يغيثوني باللي انا فيه. انا معايا 3 اسر وبياكلوا من الكشك. اسرة فيها 6 انفار واسرة فيها 7. مصدر رزقكم المكان ده؟ من المكان ده. نروح فين؟ نروح فين؟ ما انا عاوز اعرف. انا يعني القرار ده جالك مفاجئ مثلا؟ مفاجئ. مفاجئ. ما حدش انظرك قبل كده؟ ولا انظروني باي ورق. طب السندات الكشك ده مترخص ولا محطوط جدعانه كده؟ مترخص. له رخصه؟ له رخصه وله عداد وسجل تجاري في قلب محطه كهرباء. مدخل عداد كهرباء. هدخله ازاي؟ الا اذا كان برخصه. فشوفوا لنا حل. شوفوا لنا حل. طب انت دلوقتي حاليا انت قاعد كده تعتبر منك للسما. ومعايا 3 شهادات. ما فيهمش واحد متوظف. يعني بناكل من هنا. بنشرب من هنا. ما جناش على الدولة في حاجة ولا اتظلمنا قبل كده. فتشوفوا لكم حل بقى. يعني رئيس المدينة لما جه يشني تعسفي. يعني ايه اللي خلاك تقول كده؟ ما اعرفش. فوجئت لقيتهم جايين باللودر مكانتين. اعمل ايه؟ ماليش مصدر رزق غير ده. ولا انا ولا عيالي. ولا انت ولا عيالك؟ معايا اعلام واصحابي. استاذ جابر. معايا اعلام واصحابي. تمام. طلباتك ايه يا ابو جابر؟ طلبات ان الكشك يتحط مطرحه. هم شالوه ودوه فين؟ مرمي هناك. طب انت الجو لما مطر عليك دلوقتي هتعمل ايه؟ هفوض امر ربنا. ما كانتش بيه حكومه تجيب لي حقي بعد العمر ده كله. اعمل ايه؟ اروح فين؟ يا ريت اقدر اشتغل وانا اروح اشتغل فواعلي. انما انا عندي 72 سنه. نعم. ازاي انا اروح فين؟ يعني عايز تقول 24 سنه في المكان ده، كشك مرخص، الدنيا كلها عرفت ان ابو جابر موجود في المكان ده، وفي لحظه الحاجه اتشالت اترمت في الشارع. في الشارع. طلبات ان انا عاوز اكل عيش من الحلال. من الحلال بس.